مرحبا بكم جميعا. اليوم سأروي لكم قصة يوسف، الشاب الذي غيرت حياته ليلة واحدة. كان يوسف طالبا جامعيا يعيش بمفرده في شقة صغيرة. في إحدى الليالي المظلمة سمع طرقا خفيفا على باب شقته. فتح الباب ولم يجد أحدا، لكنه وجد ورقة صغيرة مكتوب عليها: ساعدني. بدافع الفضول والرغبة في المساعدة قرر يوسف البحث في أرجاء المبنى. وجد آثار أقدام صغيرة تقوده إلى السطح. هناك رأى طفلة صغيرة تجلس وحيدة تبكي. عندما اقترب منها أخبرته أنها فقدت والدتها في حادث قبل عام، وأنها تشعر بالوحدة. تأثر يوسف بقصتها وقرر مساعدتها. اتصل بالشرطة وخدمات الرعاية الاجتماعية، وتبين أنها هربت من دار الأيتام القريب. بفضل يوسف عادت الطفلة إلى الدار، وأصبح يزورها باستمرار ليخفف عنها وحدتها. تعلم يوسف أن العطاء والرحمة يمكن أن يغير حياة الآخرين للأفضل. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة القصة مع أصدقائكم. دمتم بخير.